اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده بقسماط مقرمش زي ما انتوا سمعتوا كده، من حبايه واحده بس من البطاطس ومن غير دقيق. هنعمل احلى مقرمشات، والمفاجاه بقى انها هتبقى فري جلوتين وكمان تنفع في الدايت. الوصفه دي نباتيه، يعني تنفع للناس الصايمين. الطريقه بتاعتها سهله قوي وسريعه، والنتيجه فعلا بتاعتها هايله زي ما سمعتوا القرمشه كده في اول الفيديو. تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقه، يلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا معايا حباية واحدة بس من البطاطس، هقشرها بالشكل ده وهغسلها. همسكها كده أقطعها لأربع قطع وهحطها كده على النار علشان تتسلق. بتاخد حوالي 10 دقايق وبتتسلق كويس جدا. ببتدي كده أخدها في أي إناء اللي أنا هعجن فيه وابتدي أهرسها بالشكل ده. لازم أهرسها كويس جدا ومخليش فيها أي تكتلات، يعني أجيب اللي على الأجناب كده في النص وأبدأ أهرسها من تاني. أيوة بالشكل ده. ممكن تهرسيها بالشوكة او بالهاند بلندر، بس انا استسهلت الموضوع وهرستها بالهراسة اللي انتوا شايفينها دي، كانت جنبي فهرست بيها. حطيت كده رشة صغيرة من الملح، وابتديت كده احط كوباية من دقيق الرز اللي انتوا شايفينه ده. انا عندي كده كيلو دقيق رز جايباه كده من السوبر ماركت، حطاه في برطمان وحطاه في التلاجة وبستخدمه في الوصفات. دلوقتي هبتدي كده اضيف شوية من البذور، ضفت معلقة من الكمون، كمون حصى مش مطحون، ومعلقة من حبة البركة، ومعلقة من السمسم، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعلشان اعجن، شايفين الدقيق اللي انا حطيته او دقيق الرز اللي انا حطيته على البطاطس يعني مفرول عشان ما فيش اي سوائل، البطاطس ما كانش فيه اي سوائل. فابتديت كده ان انا انقط معلقتين 3 من المية عشان العجينة تعجن معايا. وزي ما انتوا شايفين ابتدت تعجن وتلم بالشكل ده. يعني لو لقيتيها ما عجنتش معاكي، حطي كده معلقتين 3 من المية، هتعجن معاكي وهتبقى زي الفل. دلوقتي حطيت حوالي معلقتين او 3 من زيت الزيتون. زيت الزيتون صحي جدا، تقدري تعملي بيه الوصفات. وابتديت برضو اعجن بالشكل ده. خلي بالكوا اي عجينه من البطاطس بتبقى فيها تلزيق، ومهما تحطي دقيق برضو هتبقى ملزقه، يعني ما تتخدعيش في الحته دي. هتلاقيها ملزقه لو حطيتي حتى كيلو دقيق كله. فخلي بالك، طالما لمت معاكي كده خلاص وقفي ايدك عن الدقيق، لان مهما تعجني ومهما تحطي برضو هتكون ملزقه. جهزت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها ورقه زبده، واهم حاجه تكون ورقه الزبده بتاعتك ما بتلزقش، لكن لو بتلزق ما تستخدميش ورق زبده خالص. ودهني دهنه زيت كده على الصينيه واشتغلي فيها عادي. اخدت كده قطعه وهبتدي ان انا ابرمها بالشكل ده علشان اعمل بقسماط، شكل البقسماط العادي اللي احنا واخدين عليه. بس اهم حاجه وانتي بتشتغلي زي ما قلتلك العجينه بتلزق، طالما فيها بطاطس لازم هتلزق معاكي. يبقى رشي رشه كده من دقيق الرز وانتي شغاله، من نفس الدقيق اللي انتي استخدمتيه. وافردي العجينه بتاعتك بالشكل ده، سواء على ايديكي ما بين ايديكي كده، او على الكاونتر اللي انت شغاله عليه. اهو شايفين، عايزه تعمليه صوابع، عايزه تعمليه حلقات بالشكل ده، اللي يعجبك، بس انا فضلت الصوابع احسن. انت بقى تعمليها الشكل اللي انت تحبيه. باخد قطعه كده صغيره، بفردها كده على الرخامه او بين ايديا، بس اهم حاجه ان انت ترشي شويه كده من الدقيق. شايفين برضو مهما كان حتى لو انا حاطه دقيق ايديا برضو بتلزق. شايفين العجين فيها ازاي؟ خلي بالك من الحته دي، عشان انت ممكن تلاقي الدنيا معاكي كده تقولي لا ده العجينه دي فاشله. لا خالص، العجينه اللي فيها بطاطس لازم بتعمل كده عادي جدا. وانا عشان عايزاه يكون كده متناسق وقد بعضه، بجيب المقطع بتاعي وبقطع النهايات عشان يبقى قد بعضه بالشكل ده. حلو قوي كده. وهكمل الصينيه بتاعتي، هاخد برضو قطعه كده وارش كده شويه دقيق وابتدي ان انا ابرمها، هتتبرم معاكي بكل سهوله. ممكن كده ترشي شويه من حبه البركه والسمسم وانتي شغاله وتفردي عليهم برضو، هتبقى برضو حلوه قوي. بس انا استكفيت باللي انا حطيته في قلب العجينه من جوه. شايفين سهله جدا، طريقتها بسيطه، ما خدتش وقت ولا مجهود، مكوناتها عندنا في البيت وسهل قوي قوي. ولازم يبقى دقيق الرز موجود عندك طالما انت مهتميه بالاكل الصحي. لو مش موجود عندك، يبقى كوبايه رز بتغسليها وبتسيبيها تنشف على فوطه كده، وبتطحنيها في مطحنه الخلاط وتشتغلي بيها، مفيش اي مشكله. خلاص كده انا كملت الصاج بتاعي واخد العجينه بتاعتي كلها. طبعا كميه حلوه جدا من بطاطسايه متوسطه وكوبايه دقيق الرز. دخلته الفرن دلوقتي على درجه حراره 180 في الاول، بسيبه حوالي ربع ساعه. بعد كده بوطي النار خالص نص ساعه تاني، يعني تقريبا على 150 او كمان 140، وبسيبه بقى ينشف كده. حطيت كده ربع معلقه من زيت الزيتون عشان انا فارده على دقيق بيبقى مجير شويه كده والدقيق فيه من بره. انا عايزه بقى المعه واخلي شكله حلو. بجيب كده الفرشه بتاعتي وتلميعه بسيطه كده زي ما انتم شايفين، يمكن انا ما خلصتش ربع معلقه زيت الزيتون.
شايفين بقى الفرق من اللي اتعمل واللي ما اتعملش؟ حلو قوي كده، ومش هتلاقي فيه زيت خالص، وهو سخن كده وهو طالع اديه فرشة بسيطة كده هتلاقيه معاكي بقى زي الفل وشكله تحفة جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ انا بس عايزة اسمعكم القرمشة بتاعته، اسمعوا كده معايا بقى. زي ما قلتلك بتدخلي الاول على 180 وبتسيبيه حوالي ربع ساعة، وبعد كده بتهدي النار خالص لغاية ما بيقرمش معاكي بالشكل ده. حوالي بقى نص ساعة، ساعة الا ربع، زي ما بتعملي الفايش كده، سيبيه يهدي كده وسيبيه ينشف خالص. شايفين بقى القرمشة؟ مفرغ كده من جوه، وبجد نتيجته هايلة جدا، مش مكبوس بقى، لا مفرغ، والبقسماطية كده خفيفة وحلوة قوي. عايزاكم بقى تسمعوا القرمشة بتاعته. شايفين بقى خطير ازاي؟ والتسوية يا جماعة زي ما قلت لكم مهمة جدا. اهو مقرمش كده قرمشة حلوة قوي. الطريقة دي يا جماعة سهلة وبسيطة وخفيفة، والوصفة دي نباتية يعني تنفع للصايمين. وناس كتيرة قوي بتطلب مني وصفات فري جلوتين. الوصفة دي يا جماعة فري جلوتين، ما استخدمناش ولا دقيق قمح ولا دقيق شعير ولا دقيق ابيض ولا دقيق اسمر ولا الكلام ده كله. شايفين بقى؟ انا دي كنت حطيت لها كده سمسم وحبة البركة، وبعدين رجعت قلت لا، هو في قلبي من جوه، خلاص نكتفي بكده. بصوا شايفين القطمة بتاعته؟ كله مفرغ من جوه زي ما انتوا شايفين كده. ده دليل على ان الوصفة ناجحة ومش مكتوم من جوه ولا الكلام ده كله. لو بتعملي دايت هيكون مناسب جدا ليكي، ممكن تاخدي 2 أو 3 كده في الفطار، وممكن تستخدميه سناك بين الوجبات، حلو قوي قوي قوي. وكمان ممكن تديه للولاد في اللانش بوكس، الولاد بتحب المقرمشات جدا. بعد ما بعمله بسيبه يبرد تماما، وبعد كده بحطه في علبة زي ما انتوا شايفين، بس اهم حاجة يبرد كويس. وبعد كده بقفل العلبة بقى وخلاص، بسيبه كده بره التلاجة، ما بدخلوش التلاجة ولا حاجة، وبيفضل مقرمش معايا فترة كبيرة بالشكل ده. شايفين مفرغ من جوه ازاي؟ انا بتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. ويا ريت يا جماعة اللي يشوف الوصفة ويجربها وتنجح معاه يكتب لي تعليق حلو كده يشجعني. يلا بقى، سلام، باي باي.